السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. جايه لكم بقى بحلقة جديدة والأول مرة نعملها على القناة. هنعمل كيس الحلواني بأي كيس موجود عندنا في البيت. هينفعنا بقى في بسكوت العيد وكمان في الكريم شانتيه يعني، وأي عجينة تانية. يعني ما ينفعش خالص تعملي عجينة الكاكاو وتحطي مكانها عجينة تانية، فاحنا هنعمل بكيس موجود في أي بيت. هنعمل كذا كيس. يا ريت بس لو اول مره تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه احنا بنختار الخامه اللي احنا هنعملها علشان الكيس بس يكون خامته تقيله، وكمان ساعه ما نيجي نعمل ونضغط بالعجينه ما يتقطعش معانا من اول مره. عايزينه بقى يكون جامد مش زي اللي احنا بنشتريه مره والتانيه وبيترمي. الكيس اللي انا بستخدمه النهارده طبعا هو موجود في اي بيت. في الاول بقى بجيب المسطره والقلم وهجي كده قصاد اليد علشان اتخلص من الجزء الفوقاني. بعلم الاول بالمسطره وبعد كده بشيله كده بالايه، بالمقص. لو انت بقى مش حابه تشتغلي بالمسطره يبقى اعمليه بالنظر وظبطيه. انا خلصت كده من الجزء اللي فوق، هاجي بقى للجزء اللي تحت وهشيله بالمقص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هي طريقته سهله جدا. هقص معاكم الكيس الاولاني، اما الكيس التاني هعمله بنفس الطريقه. كده اتخلصت بقى من الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. هفتح بقى الكيس من الجنبين. بجد هي طريقته سهلة وعايزاكي تجربيها، بدل ما يبقى عندنا كيس واحد لا يبقى عندنا كذا كيس. يعني لو عملنا بسكوت العيد كل سنة وانتم طيبين. كلنا بقى بنبقى عارفين في بسكوت العيد ما ينفعش ان احنا نعمل عجينة بني وبعد كده نحط مكان العجينة البني عجينة تانية. فعلشان كده هنعمل بقى كذا كيس. هينفع كمان في تزيين التورت ونحط بقى فيه كريم شانتيه، وبعد ما بنخلص بنغسله بيرجع معانا جديد تاني. بعد بقى ما قطعت الكيس وعملته كده مربع وفتحت الكيس من الجنبين بقى كده معايا كده كيسين هنعمله. بناخد بقى طرف الكيس وبحطه على الطرف التاني واسوي بقى الاطراف لبعضيها، ولو في طرف يعني كبير عن التاني بنشيله بالمقص. بنحاول بقى ان احنا نظبط الكيس علشان يبقى شكله حلو معانا. بنمشي علينا بس ايدينا كده يبقى كده الكيسين مظبوطين معايا. حطيتهم بقى على بعضيهم. انا عايزه بقى الكيس حجمه ما يكونش كبير قوي. يعني هشيل بقى كده من ورا من عند الفتحه اللي بنحط فيها الكريم شانتيه. هشيل بقى جزء منها علشان انا مش عايزاه بس يكون كبير معايا ويلخمني كده ساعه ما يبقى حاطه فيه العجينه. ان شاء الله هنعمل بيه بسكوت العيد مع بعض. بعد بقى ما ظبطتهم كده زي بعضيهم هعمل بقى الكيس التاني. زي بقى ما عملت معاكم الكيس الاولاني هعمل الكيس التاني بنفس الطريقه. تعالوا بقى للخطوه التانية. جبت بقى كتاب كده من بتاع ولادي وخدت منه كده صفحتين، اللي هم بقى بيبقى في وسط الكتاب اللي هم بيبقى لازقين مع بعض. يعني كتاب، كراسة، كشكول، تاخدي منهم كده صفحتين من النص وبعد كده تقسميهم بالمقص. ادي بقى الورقة دي هخليها كده زي ما هي. الورقة التانية بقى بتنيها، بعمل بقى التانية زيها بتنيها برضو كده. الورق جاهز معايا. بعد كده بقى بجيب الكيس والبس بقى الورق على الحرف زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بجيب المكوة تكون سخنة بس ما تكونش سخنة جامد علشان ما تسيحش معانا الكيس. يعني اول ما بتسخن كده بنوطيها وبعد كده بنمشي على الحرف كده من الكيس. مش عايزين نضغط لجوه يعني علشان الكيس ما يلحمش معانا. بقلب الكيس للجنب التاني وبمشي على الحرف خالص زي ما انتوا شايفين كده. لو لقيت الكيس لسه ما لحمش يعني بشوفه كده بعد شوية، ولو لقيته لسه ما لحمش يبقى ماشي عليه المكوة تاني. وبعد كده انا بحوش الورق واشوف الكيس لحم معايا ولا لا. لو لقيت الورق لزق في الكيس عادي خالص حاول ان انت تشيلي الورق، ولو لازق خالص وما بيشتلش معاكي بسهولة نزلي بقى الكيس في المية هتلاقي بقى الورق طلع معاكي بسرعة. انا كده بقى اتخلصت من الورق يعني طلعته. عايزة بقى اشوف الكيس لحم معايا مظبوط ولا لا وجامد ولا لا. شايفين بقى الكيس يعني تشدي استحالة ان هو يفتح معاكي خالص واللحام جامد جدا. بعد كده بقى بجيب المقص وبقص اللحام شوية. يعني نحاول برضو ان احنا مندخلش في اللحام. يعني لو اللحام معاكي عريض فقصيه كده بالمقص. انا شفته كده لقيته جامد ما شاء الله الكيس وبدأ يظبط معايا. بس كده من عند الفتحة اللي بندخل فيها العجينة او الكريم شانتيه
فيها كده فتحة، فحطيتها كده ومشيت عليها. هعمل بقى الكيس التاني معاكم بنفس الطريقة. بنحط الورق ونظبطه على الحرف وبالمكوة كده، وبنمشي عليه المكوة لحد ما يلحم معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جامد منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. بعد كده بنتخلص بقى من الورق بكل سهولة، ولو لقينا الورق لازق جامد زي ما قلت لك هتنزليه في المية هيطلع معاكي على طول. انا كده عملت معاكم 2، والكيسين التانيين انا هعملهم من غير تصوير علشان ما اطولش عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ادي شكل الكيس في الاخر. انا بشده استحالة ان هو يفتح معايا خالص بعد ما لحمته. احنا عملناه بحاجات موجودة في البيت، احنا مشتريناش حاجة. وبدل بقى ما تشتري كل شوية كيس حلواني ويتقطع معاكي، جربي فكرة النهاردة هتعجبك جدا. يعني الكيس جامد، وكمان اللحام بتاعه استحالة ان هو يفك خالص بعد ما تمشي على نفس الخطوات. وبدل بقى ما يبقى عندنا كيس واحد، لا عندنا كذا كيس. ينفع بقى للكريم شانتيه، ينفع للعجينة الكاكاو، العجينة الفاتحة. يعني هيبقى عندنا بقى كذا كيس، وان شاء الله هجربه معاكم في بسكوت العيد. نيجي بقى للخطوة الأخيرة وهي أهم خطوة. بندخل بقى القمع جوه الكيس في الأول وبنقيس، وبعد كده بنرجع القمع لورا ونبدأ ان احنا نقص. مش عايزين بقى ان احنا نضغط في القص في الأول، يعني بنقيس في الأول، ولو لقينا لسه ما دخلش مظبوط بنرجع بقى نقصه تاني. بس واحنا بنقص التاني مرة ما بناخدش كتير، بناخد كده على طرف المقص وبنقصه. زي ما انتوا شايفين كده ان القمع نصه بره ونصه جوه الكيس. كده بقى الكيس مظبوط معايا. انا بشد بقى القمع لقدام والكيس بشده لورا، ما بيفلتش خالص وجامد، وكمان اللحام جامد جدا. الكيس كده معايا مظبوط. مش عايزاكي ان انت توسعي مكان القمع، عايزاكي تقيسي في الاول وبعد كده تقصي. طب لو قصتيه بالغلط وجي واسع معاكي، هقولك ارجعي للورق تاني، وامسكي الطرف اللي وسع معاكي وعيدي عليه بالمكوى تاني، وبعد كده هتدخلي بقى القمع وتقيسيه تاني وترجعي تقصي تاني على قده. نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نوسعش. وزي ما انتوا شايفين كده القمع مش داخل معايا ومظبوط، وكمان صعب ان هو يطلع. رجعته بقى لورا، وشايفين بقى القصة لتاني مرة ما باخدش كتير على المقص، وبرجع بقى ان انا اقيس القمع واشوفه. شايفينه بقى هو كده المظبوط، طالع بقى النص لبره ونص جوه الكيس. بشده بقى كده لبره والكيس بشده لورا. لقيته جامد، الكيس كده جامد من قدام، وكمان اللحام جامد. وكده انا ظبطت بقى ال4 اكياس. شايفين بقى شكل اللحام يعني جامد، استحالة بقى ان هو يفك خالص. عملت كده 4 اكياس، يعني بدل ما نرمي الاكياس نقدر بقى نستخدمها ان احنا نعمل منها اكياس حلواني، ويبقى عندنا بدل الكيس كذا كيس. بتمنى بقى ان تكون كل حاجة واضحة قدامكم. وحلقة النهاردة خلصت. اتمنى ان انت ما تنسيش تدعميني بلايك ولا اشتراك للقناة، واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم.